احنا في الحلقه ديت سخرنا من نفسنا ومن الناس اللي نزلت التحرير الجمعه اللي فاتت، مع ان احنا متفقين مع كتير من مطالبهم، وبرضه سخرنا من الحشود اللي حصلت تاني يوم عند الجامعه. بس واحنا بنصور الحلقه ديت جات لنا اخبار اللي بيحصل في الاتحاديه، وسالنا نفسنا هل يصح ان احنا نصور النهارده؟ والسؤال الاهم، هل ينفع نذيع الحلقه ديت يوم الجمعه؟ والله اعلم ايه اللي ممكن يحصل من وقت التصوير لوقت الاذاعه. احنا قررنا ان احنا نصور، وان شاء الله هنذيع الحلقه، لان بالنسبه لنا الموضوع ده هو والبرنامج ده مش مجرد ضحك، ده برنامج بيوثق اللي حصل واللي بيحصل. يمكن بعد ما تتفرج على الحلقه ديت نفهم الكراهيه والعنف ده سببه ايه، وازاي ناس بتتساءل اسم الدين عشان تضرب وتأذي وبعدين يصلوا المغرب بضمير مستريح. اللي حصل في البلد الكام يوم اللي فاتوا من كراهيه وقتل واعتداء، سواء على اعتصامات او حتى على مقرات الاخوان، سببه قياده مش بتسمع الا للجماعه بتوعها، وتجار دين بعد ما خلطوا الدين بالسياسه دلوقتي بيخلطوا الكراهيه بالدين. شريعه ربنا اللي انتم بتستخدموها براحتكم دي انتم مالكوش اي علاقه بيها. الجزء ده هيتذاع في اول الحلقه عشان نفهم الناس ظروف التصوير وليه احتمال نبقى مش ماشيين مع احداث حصلت بعد التصوير. وفي الاخر اللي بيحصل للناس في الشارع واللي بيموت سواء من هنا او من هنا في رقبه اللي بيقول ان هو رئيس البلد كلها. اتفرجوا معانا يمكن نفهم الحلقه ديت ايه سبب كل ده. اسف في المقدمه دي ونبتدي الحلقه. ميرسي كتير. اصل انا غيرت الستايلس بتاعي. ثانيه ادخله ولا اطلعه؟ احنا جالنا شكاوي كتير بصراحه ان احنا بنقول ساعات كلمات والفاظ غير لائقه، فانا كنت عايز اخد رايكم قبل ما نبتدي. في السكريبت ده كلمه هتتكرر كتير، فعايز اخد رايكم فيها قبل ما نبتدي. معلش بس عشان نعرف نقطعها ولا نيجي بتاع من الاول. انتوا جايين من اماكن بعيده يعني. حد بيضايق من كلمه كلوت؟ كلمه عادي من يعني حاجه يعني احسن من حاجات تانية كتير، ودلوقتي بقى ليها اعلانات. ف ما عندكمش مشاكل؟ يلا على البركه. زي ما انتوا عارفين ان دلوقتي في مصر كتير من الناس بيقضوا وقت فراغهم في لعب الكوره، تحرش، مزنوقين في زحمه المرور، تحرش، او ان هم ينزلوا ميدان التحرير ويتم التحرش بيهم هناك. الاسبوع ده هو كان مليان مظاهرات، لغايه ما احنا بنصور دلوقتي في مظاهرات في البلد. عشان نفهم ايه اللي بيحصل تعالوا نبتدي من الجمعه اللي فاتت. القوى المدنيه نزلت ميدان التحرير والهتافات كانت مزلزله، صوتهم كان بيهز مصر كلها. يسقط يسقط حكم المرشد، يسقط يسقط حكم المرشد، يسقط يسقط حكم المرشد. يا اختي يا اختي كميل عيد امه، يسقط يسقط حكم المرشد. واللي يتشدد له سكتي مرشد ولا لسه؟ عايزه تسكتي مين كمان؟ ودي 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 ياخدي ياخدي. الحقيقه ان الروح الثوريه دي ما كانتش بس وليده اللحظه ولا خوف من الدستور، لا كان في احداث الحقيقه محزنه حصلت الاسبوع اللي فات، حوادث، ضرب، قتل، مصادمات، وده اثر على كل حاجه في البلد. لو الحاجات الفافي دي ما خوفتكمش، في عندنا ناس شديده، ناس تاكل الزلط. اللي مصمم الفستان اسامه عبد الله بصراحه عايزه اقول لك ده هاند ميد، يعني قاعد اشتغل عليه بصراحه، يعني بقاله شهرين بيشتغل فيه هاند ميد، وعامله وعلى فكره عامله موف غامق مخصوص علشان الاحداث ما تبقاش حاجه مهرجانات، ما تبقاش حاجه اوفر، ما تبقاش حاجه ما تبقاش حاجه مبهرجه، ما تبقاش حاجه اوفر، ما تبقاش حاجه فقعه. هو من ناحيه فقعه
انا الحقيقه اول ما شفت الفستان الموف الغامق الهاندي ميد قلبي اتقبض. تحس كده بمأساة. المهم كانت مليونية ناجحة، وكان في نجوم وسياسيين معروفين في الميدان، وكانوا بيحاولوا ان هم يوفروا كل الامكانيات للمليونية ديت. ايوه يا سالي، ايوه يا حبيبي. اصل احنا بنجيب دلوقتي تواليتات. عاوزين تواليتات وحمامات و100 تغييره، كلوت وفانيلا و100 بشكير وشباشب وكوتشي عشان الاقامه الكامله. بشاكير 100 كلوت للمليونية، يعني كل 10,000 اسمه ايه ده في الباس؟ يعني 100 لابسين والباقي على اللحم. بقى هي دي المشاركة المغالبة بتاعتنا؟ بس دي المشاركة دي بتسلخات. يعني قبل كده كنا بنوزع كمامات، دلوقتي بقينا نوزع كلوتات. هذه الثورة تأتيكم برعاية جل. احنا حذرناكم على فكرة، وعلشان كده المليونية الجاية حبينا ان احنا نساهم بهتافات المتظاهرين: عيش حرية ملابس داخلية. يسقط يسقط لبس البوكسر، احنا الشعب بقى استك واحمر. يا اللي ساكت ساكت ليه؟ ناسي سليبك ولا ايه؟ قول يا شعب كفايه سكات، احنا ثوره كلوتات. واخيرا عشان المهندس ممدوح حمزه اول مطلب للجماهير: كلوت سليبوا مع بشكير. المحامي بتاعنا موجود هنا. انا قلت لهم والله العظيم. شكرا. واسهاما من البرنامج في المليونات القادمه، حبينا نقدم لكم خط جديد من الكلوتات الثوريه. شادي اتفضل. شادي يا سيدي، شادي يا سيدي، شادي كلوت انسامبل، لابس نفس الغيار بقاله اسبوعين ومش متضايق. شعار الموديل ده: قول ما تخافش، الجن ما بيسلكش. تتميز الكلوتات الثوريه براحه متناهيه، كما تتميز بتعدد استعمالاتها. قطن مصري عالي الجوده يمكن استخدامه ككمامه، مرن يمكن استخدامه كنبله لحتف الطوبه، يمكن الكتابه عليه كلافته للتعبير عن رايك. عبر عن رايك يا شادي. شكرا. يا سلام. نسيم الحرية يا جماعة، الغاز، وفي نهاية يوم التظاهر يمكن استخدامه كخيمة للاعتصام. اعتصمت يا شادي؟ شكرا شادي، ميرسي خلاص. شادي خلاص، شادي ميرسي، الاعتصام خلص. اوكي ميرسي خلاص. شكرا. احنا بنحب نعلن ان احنا لفترة محدودة جدا الكلوتات دي متوفرة بالموف الغامق غير مبهرج، غير فائع ومش اوفر، هاندي ميد لاحداثك الحزينة واعياد الميلاد. المهم ان احنا اكتشفنا في المليونية ديت حاجة مهمة كنا ناسيينها يا جماعة: البرادعي ظهر يا رجالة، البرادعي ظهر. البرادعي طلع شخصية حقيقية، مش مجرد افاتار على تويتر. لأول مرة كنت ممكن تكلمه، تلمسه، تقول له ليه ما بتعمليش ريتويت. في الآخر كانت مليونية لطيفة خالص، ما حصلش حاجة تعكرها، واليوم عدى بسلام، ما كانش فيه مضايقات، ما كانش فيه تحرش. شوية الجرابيع اللي قاعدين في ميدان التحرير اللي بيغتصبوا البنات، السفلة اللي بيغتصبوا البنات، وبقولها بملي فيه 30 بنت جردوهم من ملابسهم في ميدان التحرير. طبعا بنات واطية
ايه ما هي رايحه هناك عشان كده. هي دي اللي قاعده هناك دي ليها اهل يلموها. هي رايحه عشان كده. ملاش اهل يلموها. خلي بالك مين يا روح امك. واحده من الفنانات اللي اسمها ليلى علوي حبت تعمل بطله وتنزل تقف وسط يوم ميدان التحرير مرمطوها. كان فاضل لها تكه وتطلع من ميدان التحرير حامل. عشان تبقى فاهم يعني. عشان تبقى فاهم يعني، عشان تبقى يعني فاهم يعني بالظبط، عشان تبقى مركز معايا يعني في درس الصلاة، عشان تبقى فاهم يعني. يعني بقول لك ايه؟ يعني اللي فاكر منكم ان دي كانت غزه ولا قاعده عوامه في امبابه عشان الفاظ زي ابن حمك ولا حاجه، لا ما يفهمنيش غلط احسن مش هصححه. ركز معايا كده، ها؟ ركز معايا. ده كان درس في جامع بعد الصلاه. ده للي ما يعرفوش منكم، ده الشيخ عبد الله بدر صاحب اكبر تشكيله افلام الهام شاهين في مصر. بعد ما سطع نجمه كناقد فني، الشيخ عبد الله بدر وجه جهوده كلها لنصرة الشريعة، لنصرة الدين. شتسافل الجرابيع لا ملة ولا دين ولا أي حاجة. تبقى خلاص هزلت على رأي ولاد البلد. يبقى القوالب نامت مش ده ما حصلوش انصاص، ها، والوسخات قامت. لكن اللي هيرمش لنا هنخرم له عين. اروح امك اعلى مكتله تركبه. خلي بالي من مين يا سافل يا جربان يا جورز انت. طيب ولما لقوا الرد كده خلاص عرفوا مش يكلموا تاني، خدوا على دماغ ابوهم. مش هخلي يا اخويا، ما بخليش يا حبيبي. انا بقى انا مع الله. انت كده مع الله؟ امال اللي مع الشيطان يبقى يعمل ايه؟ بيقولوا احنا اللي مع الشيطان وماله. خلاص بقى بدل احنا اللي مع الشيطان هم اللي مع الله، يبقى ملهاش لازمه الجمله اللي احنا فرحانين بيها ويسكت حكم المرشد والكوليتات والكلام ده، كل ده ولا يسوى. لان تاني يوم دي كانت اعداد الناس اللي نزلت. انا اعتقد تقديري الشخصي 3-4 مليون. الحد الادنى 2 مليون واخواننا بيقولوا 5 مليون. يعني اذا جينا خدنا بالمتوسط يبقى 3.5 مليون على الاقل. ما تقوليش انا الشعب المصري، والنهارده معانا 5 مليون ما نقولش احنا الشعب المصري. اذا كان الاستاذ خالد ما سابش ال 5 مليون ونص بتوع امبارح، لكن يقولوا ما يفوق 6 مليون. 6 مليون 6 مليون. مين قال 7 مليون 7 مليون 7 مليون 7 مليون 7 مليون؟ مين قال مين معايا 7.5 اللي ورا 7.5 استاذ اللي ورا 7.5 مين معايا يزود 8 مليون 8 مليون ميرسي اكسلانس ميرسي 9 مليون. مين قال 9.5 10 مليون. ممكن ان يصل الى اخر النهار الى 10 مليون. هل يعني الرقم كان مجازي في التعبير ولا يعني ممكن ياخد قد ايه؟ يعني يحتوي قد ايه يعني المساحه دي؟ يعني لا تزيد عن 40 الى 50 الف. هو قصده 50,000 في المتر مربع. هو ما وضحش، بس طبعا 5 مليون يعني تقريبا 100,000 اتوبيس في المتر مربع نفسه، وكلهم لقوا مكان يركنوا. سبحان الله سبحان الله، بركه. قبل المليونيات يا جماعه كانت في مسيرات في كل مصر. الناس كانت في الشبابيك، كانوا ما بين مؤيد للمسيره بتعملي ايه يا حاجه؟ بتكبري بترمي عليهم يا حاجه، انت بترمي وتجري يلا. وكانت في ناس معترضه على المسيره، بتعمل ايه يا طنط؟ بتعمل ايه يا طنط؟ بتعمل ايه؟ بتعمل ايه يا طنط؟ ليه كده يا طنط اشكناز؟ ليه؟ الاخوان عملوا لك سوفاج، عيب تعملي اشاره كده في البلكونه، عيب. انزلي واضربين بالروسيه، بس مش كده. في الاخر المليونيه اللي كانت عند جامعه القاهره كانت رساله واضحه للكل ان الناس دي كلها مع قرارات الرئيس، مع الاعلان الدستوري، مع تحسين قراراته، ومع الاستقرار. مطالب واضحه ومحدده. ونأيد تطبيق الشريعه الاسلاميه. سبب النزول ان احنا ان شاء الله عايزين نطبق شرع الله عز وجل. هو الكلام ده موجود في الاعلان الدستوري؟ هو ميرسي خالص، ميرسي. انت سايب الحلقه من اولها وكلوتات وضحكت على دي؟
مستوى تاني خالص قانون. انا مش فاهم اي حد يقول شريعه ننزل حتى لو ما اتكلمناش على الشريعه اساسا. واضح ان الشعب المصري بعد سنه ونص لسه في نفس المرحله بالظبط. عشان اوضح لكم اسمحوا لي افكركم بوقت ما كانتش فيه الشريعه مطروحه اصلا، ومع ذلك 19/3 كلاكيت اول مره. وقالت الصناديق للدين نعم، وهتفضل تقول نعم حتى لو كنا بنستفتي على بلوزه. ايه هي البلوزه؟ مش مشكله، لبسها في الشريعه والناس هتقول نعم. عايز الاعلان الدستوري والدستور يعدوا من غير ما الناس ما تقرا ولا تفهمه، مش مشكله، لبسه في الشريعه والناس هتقول ميرسي. قلتوا نعم هتروحوا النار، قولوا نعم. بمناسبه البلوزه، اللي عايز يعرف معنى البلوزه ممكن تقرا الدستور. بس انا برضه مش فاهم هي الناس ليه متضايقه من حشد الاسلاميين. انا شخصيا ما كنتش متضايق، بالعكس، لان انا في الحشد ده عرفت اخبار سعيده من غير المليونيه دي ما كنتش هسمع عنها ابدا. في خبر بيقول ان بشار الاسد مات دلوقتي، والخبر الثاني بشار مات، الناس فرحت، الناس سجدت، بشار مات، كل ده الخبر الاول. طب ايه هو الخبر الثاني؟ الحقني بيه. المعلومه الثانيه بتقول ان هو هرب بره سوريا. يلا ادينا خدنا بركه السجود. مات وهرب الاثنين زي شفيق قتل واتقتل. ما شاء الله، مش قلت لكم مليونيه فيها البركه؟ مش دي بس الاخبار المبهره اللي سمعناها، كان في فيديوهات مرعبه عن انتصار حاسم. خبر عاجل بشار صحي تاني؟ لا سوري معلش، واضح ان انا فهمت غلط، معلش. هو في خبر مهم جدا، اتفضل. يا جماعه اعلام الفنون استسلم، اعلام الفنون استسلم. الله اكبر، اعلام الفنون استسلم. انا اعلام فلول انا كمان؟ ليه؟ انا طب اذا كان كده انا كمان مستسلم. احنا يا جماعه كلنا فلوتات. ما دام كده استسلمنا، يبقى نستمتع بالمليونيه دي بقى مع بعض، لان الحقيقه الحشد ده كان مليان مجموعه من نجوم الدعوه. نرحب بالشيخ خالد عبد الله، عرقان وغرقان لكنه معنا فرحان. وليه تبقى عرقان وغرقان وفي صوت الثوره؟ انا عايز اقول حاجه بس، ده قطن فاخر جدا على فكره، ولو مش مصدق اسال شادي. لا خلاص هم مصدقينك. شادي لا خلاص اوكي مسيء. معلش انا اسف. حزين شادي. سيبكم بقى من الاعلانات وشغل النجوم ده. في خبر مصر كلها كانت مستنياه، يدل دلاله واضحه على أن فجر الإسلام بدأت تباشيره. قادم يا إسلام، قادم يا إسلام، قادم يا إسلام، قادم يا إسلام. قادم. طب هو كان راح فين؟ يعني طب اخيرا الحمد لله الاسلام قادم يا جماعه، الحمد لله على السلامه. والله ما كنت اعرف. عشان كده احنا عايزين نحتفل بالمناسبه دي وبدخول الاسلام مصر. الحقيقه انا دورت على اصنام ما لقيتهاش، ما فيش اصنام في مصر للاسف، وكل اللي لقيناه عرايس باربي. فعشان كده انا عايز اوزع عليكم شويه عرايس باربي هنا، ممكن نكسرها مع بعض. اتفضل حضرتك، ممكن تكسر. شلت يدي انها سليمه.
في كمان الجزمه بتاعتها لو انت عايزها انا شاكك فيك، خد انت عندك. المهم اسلام قادم يا جماعه. طب يعني الصلاه اللي انا كنت صليتها قبل كده ما تحسبش؟ هنبتدي من الاول تاني؟ لا حول ولا قوه الا بالله. نصفر العداد من الاول. عشان كده الهتافات ما كانتش عشان الدستور، كانت عشان الشريعه، عشان ربنا. هذه الملايين جاءت من أجل من؟ جئنا من أجل من؟ احنا النهارده نازلين نأيد سيادة الرئيس الدكتور محمد مرسي. جئنا من أجل من؟ تأييد الزعيم والقائد الرئيس مرسي طبعا. جئنا من أجل من؟ ميدين الدكتور محمد مرسي معاه حتى الموت. جئنا من أجل من؟ طب ممكن تحدد؟ طيب انتوا جئتوا من اجل مين بالظبط؟ يعني لو انتوا جئتوا من اجل ربنا فهو الحقيقه مش محتاج للعدد ده كله ولا لشغل الاتوبيسات والحشد ده. اما بالنسبه للرئيس، مش ده منتخب برضه؟ عادي يعني الراجل زيه زينا، مفيش فرق. ولا تنسى أنه رئيس له شرعية قرآنية وشرعية نبوية ثم شرعية شعبية. بناقص الشرعية الشعبية. معاك شريعة قرآنية ومعاك شرعية نبوية، محتاج الشرعية الشعبية ليه؟ ما يولع الشعب. ولو انتم مستغربين من موضوع شرعيته القرآنية والنبوية ده، في اللي أتقل من كده، في حاجات تانية عن الرئيس مرسي انتم ما تعرفوهاش. حفيد عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز، واختطف من عهد الصحابة. اختطف. هو كان في أمن دولة أيام الصحابة؟ احتمال. انتوا عارفين التشبيهات دي مش المفروض تضايقكم، لأن في الآخر الكلام عن الصحابة والشريعة ونصر دينك مش المفروض تنسيك المؤامرة اللي بتتعمل على دينك في التحرير، زي بالظبط ما كانوا بيتأمروا على مصر من زمان. رؤساء الفتن اللي بيدوا الفلوس للناس، بيدوهم فلوس واكل كنتاكي بتاع في ميدان التحرير، و50 جنيه للي بيدخل، شفت ده؟ من كنتاكي، وبنات وشباب ومخدرات. الخيام اللي هناك ما هي الا اوقاف دعاره وعلاقات جنسيه كامله. وهؤلاء الموجودون هناك ما هم الا يعني سفلة القوم. في بطاطين بتخش، وفي وجبات بتيجي. زادت اعداد الخيام، زادت اعداد البطاطين الجديده التي دخلت الميدان استعدادا لمبيت الليله. بطاطين؟ مش كنا خلصنا من الموضوع ده؟ لا، في تغيرات واضحه في السنه ونص فعلا. الفرق الوحيد بس الحمد لله زي ما قلنا في الحلقه اللي فاتت ان في حاجه واحده بس مش ممكن تتكرر تاني. لازم تتكلم تحترم الرمز بتاعك عشان خاطر الدول اللي حوالينا الدول اللي حوالينا لو لقيتك لا الحمد لله اي حاجه ممكن نستحملها الا اننا نقول على الرئيس اب. ده كان ايام مبارك بس، ما هو مش ممكن يعني صحابه وشريعه وانا بتاع ربنا، يعني مش هيبقى ابونا كمان. عيب، ده بقى راجل رئيسنا ابونا، نحترم جسمك. رئيس الدوله يا اخي ده في منزله والدك يا اخي. والدي تاني؟ يعني الرئيس محمد مرسي ابويا؟ يعني انا حفيد عمر بن الخطاب انا كمان؟ الحمد لله يا ما انت كريم يا رب، انا مش كافر الحمد لله. على كده بقى مش المفروض ان واحد زيي الحمد لله ما طلعش كافر ولا بيعبد اصنام ان هو يخاف من الحشود دي، لان في ناس تانية المفروض ان هي اللي تخاف من الجموع المؤمنه ديت. زمان واحنا صغيرين كنا بنخش سينما، انا هاخد دقيقه واحده بس سريعا كده. بنخش سينما في افلام اسمها فرانكشتين، كنا بنقول عليها فرانكشتين.
فرانكشتين. والاخ فرانكشتين ده معانا في جمعه الشريعه برضه ولا ده جاي من التحرير؟ ولو جاي من التحرير هنجيب له كلوت على مقاسه ازاي؟ انا عايز افهم معلش، ماله بقى الاخ فرانكشتين بقى؟ كان مصاص الدماء ده لما مصاص الدماء ده حضرتك لما كان يطلع كانوا يطلعوا له الصليب في وشه ويخوفوه على انه حاجه دينيه طبعا. يخوفوه يروح ايه؟ يخاف يختفي خالص مصاص الدماء ده. فالنهارده حضرتك والموجودين على يمينك بنفس الوضع، اول ما تجيبي سيره الاسلام اللي هو في الصليب تروحوا مهوين. صليب واسلام وفرانكشتين طلع مصاص دماء وفلول، امنت بالله. ده الفلول طلعت لمت يا جدعان، ايه ده؟ وعشان كده فرانكشتين قصدي العلمانيين دول خايفين من الاسلام، من الشريعه، من صحوه الاسلاميين. انتوا عارفين العلمانيين وصلوا لدرجه من الرعب قد ايه؟ الجماعه السياسيين يقول لك سقطت ورقه التوت، فاحنا عاوزين نقول لهم يعني ارتدوا سراويلكم، او بدل ما ترتدوا سراويلكم ليه ترتدوا ليه بتعتمدوا على ورقه التوت؟ لا 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 ما دخلوش يعني، ما دخلوش يعني، خلاص خلاص هم عرفوا غلطتهم، بدل سراويلهم هيرتدوا عندنا كلوتات الصوت. عشان كده انا بقول لكل العلمانيين ان هم يستسلموا بقى للناس دي، مش بالغصب خالص خالص. انتوا سمعتوا الناس دي بتتكلم ازاي؟ سمعتوهم بيدعوا بالموعظه الحسنه ازاي؟ ما سمعتوش الحنيه واللطف في كلامهم؟ ماذا رايتم الاسلاميين حتى تكرهوهم؟ وكونوا دعاة للحق والخير والهدى. شويه عيال ابو بربور وابو رياله وقاعدين يتكلموا في القنوات، ده مش عارف المتحدث باسم جبهه ام يني، وده المتحدث باسم جبهه ام ترتر، وده المتحدث باسم جبهه دلعني يا زغلول. بالحكمه البالغه والكلمه الرقيقه الرقراقه. واحنا بس صابرين عليكم وعمالين نقول مش عايزين نولعها ومش عايزين نحرقها ومش عايزين نعملها، لكن والله الذي لا اله الا هو نسعى لكم بالاحزاب. والخلق العذب الجميل، ولن نسمح للوساخات ان تبقى بيننا. اضرب يا مرسي واحنا معاك. خرجوا لنصرة دين الله، ودين الله لا ينتصر إلا بأوامر وأخلاق وتعليمات دين الله. يجي ياخدوها عافية هنديهم على دماغهم وهندوس عليهم بالجنة. خلي بالك مين يا روح أمك. لو أن العلمانيون يريدونها جذعة والله العظيم لو بصقنا عليهم لنحرقهم. أيوة لو خالد عبد الله بصق عليك تف عليك هيحرقك. شفتوا الموعظة الحسنة؟ شفت الكلمة الرقيقة الرقراقة، الأخلاق الحميدة؟ أنا مش عارف ليه بنقاوم. المفروض يا جماعة المرة الجاية بدل ما نعمل مظاهرات الحقيقة ننضم ليهم. ليه نخانقهم؟ على فكرة الموضوع مش مرعب خالص. حشودهم لطيفة جدا. شكلكم بتحبوا تتذنبوا كتير، كله ارفع ايده. أما كوش إلا بكده. كله ارفع ايده. احسن من اي حفله في الساحل. الحفله دي جامده حشد، زودوها بقى، جامده دبابه، جامده بتاع، جامده حشد. يلا انا اسف الحقيقه احنا زودناها شويه صح، انا اسف. المفروض الحقيقه نوري لكم الجو الحقيقي اللي كان هناك فعلا من غير مزيكا او اي مؤثرات مننا. يا تهاني قولي للزين، عاوزين نسمع ابله تهاني. الانسه لا الاستاذه تهاني عاوزين نسمعها خلاص. والاخ تنيطر حله 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 حوش، حله حوش. الحراميه ما يهربوش، الحراميه ما يهربوش. يا نخبه يا كبه يا فاضيه، يا نخبه يا كبه يا فاضيه. مرسي اداكوا الضربه القاضيه، مرسي اداكوا الضربه القاضيه. يلي يا خالتي النائب العام
طهر الإعلام. وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا مروقنا. ربنا يسعد ايامك يا شيخ خالد، يا واد يا مفرفشنا. بصوا يا جماعه، انا عارف ان احنا خايفين من المستقبل، من الاستقطاب والعداوه اللي طلعت بين الناس بالطريقه الفظيعه دي، بس انا مش عايزكم تقلقوا، لسه في امل. احتراب يذهب الى حاله حرب دائما. هذه الحرب هي حرب اهليه بالبلدي خالص. نحن بصدد الدخول في حرب اهليه، مش عايزين نخوف الناس. لا دي حاجه ما تخوفش خالص. حرب اهليه؟ طب ده احنا هنطحن، ده احنا مالناش وزن، ده احنا كفره، دول هيدوسونا بالجزم ويتفوا علينا واحنا اولى. احنا مالناش وزن، في بتضحكوا على ايه؟ احنا مالناش وزن في الشارع. احنا قد كده. انتوا شفتوا مظاهراتهم عامله ازاي؟ شفتوا هم عاملين ازاي؟ شفتوا عددهم عامل ازاي؟ شوف مالين الشوارع ازاي؟ ايه ده كل دول؟ يا لهوي الرعب ده، ايه ده كل ده خرابي؟ ده احنا؟ المظاهرات دي بتاعتنا احنا؟ طب احلف. ده احنا طلعنا جامدين قوي. ايوه بقى. عشان تبقى واخدني بالك يعني، معلش يعني، عشان تبقى مركز معايا، عشان شظاحك. قلت لكم احنا جدعان قوي. ايه؟ المعتصمين اللي في التحرير ضربوا؟ ازاي الداخليه تعمل كده؟ الاخوان هم اللي ضربوا؟ طب مفيش داخليه اساسا؟ طب بما ان مفيش داخليه والاخوان هم اللي ماسكين الموضوع، انا عندي طلب من الاخوان. بنت خالتي عندها كيا سيراتو اتسرقت، يا ريت ترجعوها بدل ما مفيش داخليه. ايه؟ بيضربوا حريم بس. طب ماشي، ما علينا. بصوا يا جماعه، بما ان البرنامج ده بيتصور الاربع وبيطلع الجمعه، فاحنا مش ضامنين كام حشد هيحصل ساعتها والضحايا اللي هتقع. بس انا عايز اقول حاجه في الاخر، مش احنا اللي قلبناها احنا وهم، مش احنا اللي قلبنا خصام سياسي لجنه ونار، لان في ناس تانية قلبتها مسلمين وكفار، اسلام وجاهليه. والله اعلم بالاخلاق دي مين فينا الجاهليه. وعايز اقول للي فاكر انه عايش في البلد لوحده فوق، للي فاكر ان الموضوع بالعدد فوق، للي فاكر ان مصر هيرجع يمسكها جماعه واحده فوق، للي فاكر ان مصر عيله صغيره محتاجه ارشاد فوق عشان كان غيرك اشطر فوق. اهلا بكم مره اخرى في البرنامج. يوم الخميس اللي فات الرئيس عمل خطاب للامه كلها، ورغم ان الرئيس مقل جدا في خطاباته الا ان الخطاب ده كان مختلف عن اي واحد قبله. وهذا الدستور زي ما انا قلت جزء من فولكلور سياسي يعني سيذهب الى مزبله التاريخ. يا جماعه مش ده الرئيس، ده البوب. ده البوب يا جدعان. هو حزب الدستور بعت ميليشياته. ده البوب، ده اللي بيطلع منه كلام يخض زي نفق مظلم، مزبله تاريخ، دستور، حاجه مكلكعه كده. ركزوا، هو ده الرئيس. الرئيس محمد مرسي، رئيس مصر. المهم ان انا رئيس للكل. انا تامر حنفي احيي حضراتكم. انا شهيره امين. انا سعد الدالي. انت مين؟
استاذ يوسف، اهلا بكم في البرنامج. ميرسي شكرا. ميرسي. احنا بس بنتعرف على بعض في الاول. ميرسي خالص. النهارده هنتكلم عن خطاب الرئيس الاخير. ايه؟ عمل بعده خطاب تاني؟ هو لحق؟ الله اعلم هيعمل كام واحد لغايه لما الحاله دي تتذاع. ما علينا، اهم حاجه في الحوار ده ان هو كان في اعداد، كان في شغل. واضح ان هم اخذوا وقت في التحضير. بلغوك امتى بالحوار؟ بلغوني بالحوار الساعة 2:03 الظهر. بايه؟ 2:03 الظهر. 2:03 الظهر. يعني قبل الحوار بقد ايه؟ قبل الحوار يعني كان من المفترض ان انا اكون في الرئاسة الساعة 2:30. تحضير مين يابا؟ حلاوتها في حموتها. مصر ما بقتش زي زمان، كل حاجه بسرعه، دستور يتسلق ويعدي، حوار يتسلق وما تفهمش منه حاجه، زي الدستور بالظبط. حد فاهم منه حاجه؟ مش مهم. المهم نصوت عليه. بالظبط. ما علينا. الرئيس في الحوار ده هو جاوب على سؤال مهم جدا. دكتور مرسي، لماذا الإعلان الدستوري ولماذا في هذا التوقيت بالذات؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أنا يعني أريد أن أحييكم وأحيي من خلالكم الشعب المصري كله. ثم أريد قبل أن نتحدث في هذا الإعلان الدستوري أن نعود إلى الوراء بعض الشيء. الرجال والنساء نفس يتحسن ويبقى كبير، نقسم مع بعض. رزق ربنا لينا نقسمه مع بعض. وشعب كبير 90 مليون وأرض ومية وتاريخ وجغرافيا عندنا شواطئ. اسمح لي بالمقاطعة هنا لو تفضلت. لماذا هذه التقدمة إذا أردت الإجابة على سؤال؟ كل ده ما جاوبش على السؤال؟ كل ده ما جاوبش؟ دي ناس ماتت وعمارات وقعت وفيضانات دخلت علينا وحرب خلصت وما جاوبش على السؤال. لا، ده المذيع هو اللي مش مركز. الرئيس جاوب وقال. مش عارف بصراحه قال ايه. يمكن الرئيس يرد على السؤال ده احسن مني. اسمح لي بالمقاطعة هنا لو تفضلت. لماذا هذه التقدمة إذا أردت الإجابة على سؤال؟ أنا أريد أن أركز الموضوع في اتجاه إن إحنا عندنا مناخ يفرحنا، عندنا حالة تبسطنا، وصلنا إلى مرحلة من تقدم هننهض بعده لإنتاج. كفاية نهضة، أبوس إيدك، كفاية نهضة. كفاية نهضة. والله العظيم حسيت بيها من الحلقة الأولانية، حسيت بيها. في داهية السؤال. عجبتك دي برضه؟ في واحد هناك أنا قلقان منه. في داهية السؤال. احمدوا ربنا. كفاية إن أنتوا 2 مذيعين وقاعدين تتكلموا مع الرئيس. أنتوا عارفين الرئيس ده مين اللي بيقعد معاه؟ لا يحق لأي أحد أن يختلف معه إلا من على شاكلته، من في مستواه. أيوة، على نفس مستواه. يعني قدامك كده 13 ليفل تغلب الوحش، وبعدين بعد كده تقعد مع الرئيس. احمدوا ربنا انتوا بتكلموا الرئيس. احمدوا ربنا انتوا طلعتوا من هناك على رجليكم، ما تلمتوش الاسود. وبعدين انتوا طولوا الحوار اساسا كان مليان اخطاء مهنيه. انتوا ما سمعتوش الشعب قال عليكم ايه؟ كل بيشتكي من المحاورين اللي كانوا بيحاوروا الرئيس بالامس. ده قلة أدب وسفالة يا راجل. لا دي غير وإيه اللي زنينا واحدة متبرجة؟ كانوا يقعد مع امرأة متبرجة ليه؟ يا شيخ محمود هاتولي راجل. وبعدين جابوا لك راجل؟ جابوا لي راجل. والله هاتوا له راجل يا جدعان. ما تجيبوا له راجل يا جدعان. انا لو فاضي اروح له والله العظيم، بس مشغول. انا بس الفيديو اللي احنا شايفينه دلوقتي، انا عايز اسال سؤال واحد بس. هي العربيه اللي كانت معديه تحت دي قدامهم دي بولينيز دي؟ هي قنوات دينيه بس مليانه شقاوه برضه. ما علينا، نرجع لخطاب الرئيس. ممكن تمشي لي حاجه هنا يا خليفه؟
بالنسبه بقى للمذيعين، ليه بان ان في سوء تفاهم بينهم وبين الرئيس؟ أنا مذيعة نشرة إنجليزي وبقالي أكتر من 30 سنة بشتغل بالإنجليزي وما درستش في مصر، عشت 30 سنة برا مصر، فالعربي بالنسبة لي لغة تانية. يعني باعتين له ست ومتبرجة وبتتكلم انجلش لانجوج؟ مدام شهيرة ما تقلقيش، حتى الناس اللي العربي بتاعهم لغة أولى ما فهموش آياته حاجة. أما بالنسبة للغة الإنجليزي فأنا كمان ثقافتي إنجليزي، وأحب أسأل الرئيس السؤال ده بالإنجليزي برضو. Good evening Mr. President. I am from مصر الجديدة. Mr. President. هواي عملت دستور يلبسنا في الحيطة؟ Why? Why you do this? Why? Why? بصرف النظر عن مشاكل الثقافة واللغة، كان في نوع من الإحباط إن طول الحوار الناس ما كانتش لاقية إجابة. هاتني في الحوار لوحدي وأنا أعدك إنه الحوار ده لن يخرج إلا بإجابة. وبعدين جابوا لك راجل؟ جابوا لي راجل. يعني شهيرة أمين ولا كأنها في الحوار، انتوا قافلين عليها ليه؟ معلش مدام، بعيدا عن الكلام ده كله نجاوب على السؤال اللي سألته مدام شهيرة من الأول. ليه الرئيس عمل الإعلان الدستوري وحصن نفسه ضد القضاء؟ قضاء يقولوا رأيهم في قضية سياسية، أقول لهم أنا أريد أن أرفع عنكم هذا الحرج. لا، ليس لكم علاقة بالموضوعات السياسية. أنا بحافظ على القضاء، على القضاة، على كل هيئاتهم، على كل هرم أحكامهم، عايزهم ما يبقوش مجال للجدل أو طرف في خصومة. هو مش بيحصن نفسه، هو بيحافظ على القضاء. ليه أنت قد تخشي في سياسة؟ واي you do this? واي؟ عشان كده آلاف من الناس سمعت كلامه وراحوا عند المحكمة الدستورية من نفسهم عشان يحوطوا المحكمة ويأمنوها ويمنعوا القضاة إن هم يخشوا المحكمة حماية ليهم. ليه أنت قاضية عايزة تخشي المحكمة؟ واي واي دو ذات؟ ها؟ اوعى تفتكروا ان اللي حصل ده نوع من الارهاب او التهديد او البلطجه باسم الدين، ولا توجيه من مكتب الارشاد، او ضغط على مؤسسات الدوله، او الاعتداء على هيبه الدوله، او محاوله لتحويل القضاء، او المحاوله على التاثير على القضاه دول، ولا اي حاجه من الكلام ده. انتوا فاهمين غلط اساسا. او الابتزاز او التخويف او البلطجه، او ان انت عايز ان انت تمشي البلد في مسار عشان الجماعه بتاعتك بتقول لك كده، او الناس زقينك. لا 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 لا، خالص خالص خالص، نفر. الكلام ده مش حقيقي ابدا. طبعا الكلام ده انا مش قصده خالص. وزي ما قال الرئيس، شعب مصر كويس، المصريين ما يعملوش كده. المصريين ما يعملوش كده. المصريين احنا بنحب بلدنا قوي. شوف انا عايز اقول لك الحاجه، اتفضل. احنا هننجح في مرور من عنق الزجاجه القصير ده، واحنا حاضنين بعض كلنا. هو حضرتك عايش معانا هنا في نفس البلد يعني؟ طب بمناسبه الحب والحضن والكلام ده، في ناس الحقيقه ما صدقتش في الحلقه اللي فاتت ان بنتي بتنام على الوساده الرئاسيه. وعلشان كده انا عايز اثبت لكم الكلام ده هوت، وعايز اوريكم صور تثبت حبها للرئيس وحنانه وحضنه. دي ناديه اول ما شافت الرئيس. دي ناديه وهي حضن الرئيس. جميله ها؟ دي غديني غدي غدي خالص. لا لا، لسه في اكتر. دي وهي سعيده بخطاب الرئيس. اما اللي جايه دي بقى بعد ما فهمت خطاب الرئيس. يا اختي عليك اتجنن. هي الوحيده اللي فهمت في البيت.
على فكره ناديه اصلا ما بتعرفش تقف، لسه صغيره على كده، بس اول ما شافت الرئيس قامت وقفت. نهضه دي ولا مش نهضه؟ نهضه دي ولا مش نهضه؟ بس مش بنتي بس اللي كانت حاسه بالحب، رساله الرئيس كانت واضحه: احترم، حب، احضن. محتوين، حاضنين الناس. لا لا لا، مش قصدي حضن بالشكل ده، لا، انا قصدي اختلف بس ما تجرحش، ما تخربش، ما تعطلش. وزي ما قال الرئيس، شعب مصر كويس. المساله مش سهله، لكن عشان كده انا ما بزعلش من اللي عارض، لانه من حقه انه يعارض ويقول رايه، واللي بأيد يأيد ويقول رايه. ما بنعتديش على مؤسسات الدوله، ما بنقفش نستغل اي هيصه علشان نعمل تصرف غلط نحافظ على بلدنا. ايوه، عيب تعتدي على مؤسسات الدوله، عيب تعطل مصالح الناس، عيب تحاصر المصالح الحكوميه، عيب تحاصر المحكمه الدستوريه. لا سوري، انا اسف، دي بالذات مش قصدي. ده ما كانش تعطيل مصالح، ده كان لمصلحتهم. انت عايزه تخشي محكمه ليه؟ انت قاضي واي. الموضوع مش مستحمل يا جماعه. الحقيقه مصر في ازمه، مصر محتاجه تعبر المرحله اللي هي فيها. مصر في وقت صعب، عندنا مشاكل كتير، عندنا فقر، عندنا بطاله، عندنا شعب كبير 90 مليون وارض وميه وتاريخ وجغرافيا لو الاسعار رخيصه قوي قوي قوي. المستهدف تحقق برغيف العيش حوالي 80%، والرغيف كبير. بنوفر حوالي 107% من المطلوب في مجال كل انواع الوقود، والمواصلات فاضيه. وعندنا تجار وعندنا حرفيين وعندنا عمال وعندنا نقابات وعندنا اساتذه، والشقق كتيره. الذي تحقق في موضوع النظافه حوالي 40%. الحمد لله، الحمد لله. شكلنا احنا اللي مش عايشين في مصر. نراكم على الفصل. في البرنامج رجعنا في الفقرة الأخيرة. احنا معانا النهارده ضيف مميز، للي بيقروا منكم وانا اشك هيكونوا عارفينه. معانا كاتب اتعرف من زمان جدا على ان هو كاتب سياسي وساخر، يعني من الكار بينافسني من زمان وانا بحاول اقلده. معانا الكاتب عمر طاهر. عشان الكادرات بس. اوكي. ازيك يا عمر؟ الحمد لله. اخبارك ايه؟ انا في الاول عايز احييك طبعا. شكرا ميرسي. انت عمال تعلي السقف لحد ما هيتطربق علينا ان شاء الله غالبا بالطريقه دي. ازيك؟ انا بلغني ان انت كنت في المظاهره بتاعت او المسيره للاتحاديه امبارح. تمام. انا كنت عايز اروح النهارده بس انت منعتني بصراحه. انا عارف، بس ليه يا عمر، ليه بننزل مظاهرات؟ مش خلاص في دلوقتي رئيس وفي دلوقتي شرعيه ومفروض ان احنا نسكت وكده؟ هو المفروض ده نظريا كلام حلو، يعني المفروض ان احنا نسكت وفي شرعيه وفي كل حاجه، بس اذا كانت الشرعيه مش شرعيه بالمعنى اللي احنا بنفكر فيه. يعني يوم ما كانت الثوره قامت كان في طموح مش شبه الطموح اللي بيحصل دلوقتي. مشكلتنا مع النظام ومع الجماعه اللي ورا النظام مش في الوطنيه ومش في الشفافيه، لا مشكلتنا في الطموح. ان جماعه الاخوان المسلمين والكادر بتاع الرئيس والمنطقه اللي حواليه دي طموحها يعني اقل من الطالب المتوسط. فبناء عليه الطالب المتوسط ده دايما خايف، دايما يعني مقلق، دايما حاسس بالغدر. يعني انت عايز تقول لي ان مشكلتنا في مصر مشكله طموح؟ مشكله تعليم. تعليم؟ انا تهت منك من الاول، معلش. احنا دلوقتي عندنا رئيس بيقول ان هو منتخب، واحنا معترفين بيه كرئيس جمهوريه وكل حاجه، لكن الناس اللي راحت هناك واقتحمت الحواجز اللي حوالين اصل الاتحاديه، في ناس قالت ان ده اعتداء على الشرعيه، ده اعتداء على شرعيه الرئيس، مش المفروض ان ده يحصل. انت كنت من الناس ديت، وفي ناس بتقول ان اللي هناك بلطجيه.
تمام. انت كنت من البلطجيه دول؟ انا من البلطجيه وبقيت فلول مؤخرا كمان، ده الجديد، ده اللقب الجديد اللي اكتسبته. على فكره انا كمان بقيت فلول على فكره كتير. مين هنا بقى فلول مؤخرا؟ مش لوحدنا يا عمر. ودي ميزه من مزايا الثوره، انك انت ما بتركزش في مكان، يعني بتتغير كل شويه. طيب. ثوري، فلول، بلطجي. بس انا لغايه دلوقتي ما فهمتش ايه مشكلتنا مع الرئيس؟ اوكي، مشكلتنا مع الرئيس انه اولا كان في شكل من اشكال التوافق المفروض يحصل وما حصلش. في التزامات وتعهدات تورط فيها ناس كتير، اللي هم الناس اللي اصحاب مزارع الليمون، وما حصلتش. مشكله انه، ودي مشكله تخص مصر، انه دايما الرئيس، يعني مشكله مصر الفتره الاخيره ان الرئيس دايما بيجي بجماعته. يعني عبد الناصر كانت جماعته ضباط الاحرار، حسني مبارك كانت جماعته الداخليه، دكتور مرسي جماعته كانت الاخوان. انا على فكره انا ناوي على فكره ارشح نفسي قريب، وانا عامل حركه اسمها باسمون، ودي الجماعه بتاعتي. انا بقى شخصيا قررت بعد كل رئيس وجماعته ان انا مش هنتخب غير رئيس السنجل بعد كده. سنجل؟ مش عايز رئيس بجماعه. سنجل اللي هو لوحده ولا مش مرتبط؟ سنجل لوحده، مش مرتبط باي حد. مش مرتبط ازاي؟ ممكن توضح اكتر؟ مش أنا كده مرتبط يعني مش عايز راجل. طيب احنا دلوقتي الناس اللي طلعت ديت للمظاهرات، ماشي، هو الجمهور الواحد بقى صعب يسيطر عليه، مش عايز راجل. مشكلتنا دلوقتي ان احنا في اعلان دستوري وفي دستور هيطرح الاستفتاء غصب عننا. اوكي. تفتكر هيعدي؟ هيعدي غصب عننا؟ وهتقول الصناديق للدين نعم؟ نعم. برضو؟ طبعا. طب احنا جايين بنتكلم في ايه؟ احنا بنتكلم عشان لازم نتكلم، وبننزل عشان لازم ننزل، وبنكتب علشان لازم نكتب. يعني مش هينفع علشان في حد متجاهل اللي انت بتعمله وهيمرر الاستفتاء عادي والصناديق هتقول نعم وهننزل انتخابات والدنيا هتمشي. ده مش معناه انك انت ما تعملش اللي عليك، لا انت بتعمل اللي عليك، لازم، ده اقل حاجه، حتى بينك وبين نفسك تبقى عملت ده. ايوه بس هم الناس بتقول شريعه بتاع ربنا، انت زعلان كده ليه؟ ماذا رايتم منهم حتى؟ على فكره لا بالعكس، انا من انصار الشريعه يا راجل. والله انا عايز الشريعه تتطبق. يعني الراجل اللي هو كان بيتكلم من شويه اللي هو بتاع فرانكشتين ده، اللي قال لهم لما بتطلعوا الصليب فرانكشتين بيختفي، ولما يطلع لكم الاسلام انتوا بتخافوا. انا لما بتكلم في الاسلام انا بخاف، بس بخاف على الاسلام مش بخاف منه بصراحه. فدي مشكلتي يعني. فانا من انصار الشريعه، لان الشريعه باختصار يعني كانت واضحه في الخام بتاعها، ان ربنا بعت سيدنا النبي رحمه للعالمين. ففكره ان الرحمه دي هي اصل الشريعه. انت مش شايف كل ده رحمه يا راجل؟ فالدستور ما فيهوش اي رحمه. لا الدستور ولا المتحمسين للدستور ولا المعسكر اللي هو الجماعه دول، الرحمه دي بتقع بسهوله. فانا طول الوقت انا ببقى خايف على الشريعه ومتحمس ليها، بس لما بتيجي سيره الشريعه بشوف مين اللي وراها. هو اللي بيتكلم في الشريعه يا اما يعني سوري يعني، بس كل واحد عارف عليه ايه، زي راي الليمبي يعني. اللي بيتكلم على الشريعه ده فيهم اللي كان بيكذب، فيهم اللي كان بيلاوع وحير مصر كلها في مشاكل احنا عارفينها، ورط المتظاهرين، فيهم اللي بتاع الفتنه الطائفيه، فيهم اللي بيخوض في الاعراض، فيهم اللي بيروح فرح واحد صاحبه ويطلع يفضحه في الفرح ده. فدول اللي بيتكلموا على الشريعه في طول الوقت. فانا من حقي اخاف على الشريعه واحس ان الناس دي مش. طيب بس في ناس بتقول لك ان الدستور بتكتبه الاغلبيه، هم الاغلبيه، احنا مجرد ان احنا بنتفرج. لا وفي اغلبيه. الدستور تكتبه يقول لك اغلبيه. لقد كفرتم بالديمقراطيه، ان الديمقراطيه مثل اصنام العجوه تاكلوها حينما تريدون. احنا كفرنا بالديمقراطيه من النوع ده. بجد؟ الديمقراطيه انت بتقول من دلوقتي انك كفرت بالديمقراطيه. الديمقراطيه دي انا كفرت بيها. اي ديمقراطيه؟ بس الدستور ما فيش حاجه اسمها اغلبيه. يعني الدستور ده عامل زي ايه، مع الفرق في التشبيه، زي لما تيجي توزع الورث مثلا. فلما توزع الورث ممكن يطلع نصيب باسم في الورث نتيجه يعني تكوين العيله، نصيبك في الورث السدس. فما ينفعش ان انا اقول مش مهم السدس ومش مهم باسم علشان قليل. لا، يبقى انا كده بهد المنظومه كلها. فهو الدستور عامل كده. ما ينفعش الدستور علشان في 5 مش موافقين او 2 انسحبوا او 6 معترضين يبقى مش مهم الاغلبيه اللي اشتغلوه. لا، هو ما تحسبش كده. ده عقد بيني وبينك، فانا ما رضيتش على العقد، انت بتلبسني في حيطه كده. دي الفكره. طيب انا بصراحه انا كده ما شاء الله بيسقفوا على حاجات مهمه. وبعدين مش هينفع بقى
فكده مش ينفع نشتغل سياسه بموتوا بغيظكم. موتوا بغيظكم. ولو ان موتوا بغيظكم دي على فكره بقت قديمه خلاص. في الجديد بتاعها نزل دلوقتي. ايه بقى؟ لما اتكلم حد يقول لك احنا مش هنعيد اختراع العجله، هو خلاص ده بقى ده المقرر دلوقتي على اي حد يتكلم. بيقولها كتير كمان الاستاذ نادر بكار، هي سو كيوت. جود ايفنينج. واي انا بصراحه انا قفلت من السياسه. صحيح. بصراحه انا عايزك، انت راجل كاتب ساخر، وكلمني عن اي حاجه بره السياسه، لان بصراحه السياسه قفلتني وقفلت الناس اللي قاعده هنا. والله بص، انا كان عندي مشكله يعني بعيد عن السياسه، انا كنت كاره السياسه، عايز اتكلم فيها. اتفضل يا فندم. وانا كنت اصلا هوديها بريد الاهرام. دي عندك مشكله انسانيه؟ مشكله انسانيه. طب انت عندك صبايا الخير. لا ما انا طب يا جماعه معلش، احنا انتوا عارفين التذاكر مجاني، فممكن لو انتوا معاكم فلوس وانتوا خارجين ممكن هحطها لصندوق الاستاذ عمر طاهر. انا عايز اعرف ايه مشكلتك الانسانيه يا استاذ عمر؟ بص يا سيدي، صلي على النبي. عليه الصلاه والسلام. الحمد لله مسلمين. دلوقتي انا كان عندي بيت ووقع. ماشي. فاشتريت بيت جديد. حلو. تمام. وجيت اشطبه. فسالت يا جماعه اشطب البيت ازاي؟ فقالوا لي في 2 مقاولين في السوق. في مقاول مواعيده مش مظبوطه، التزاماته فيها نص نص، بس راجل يعني مقاول بيعرف ربنا ومسلم يعني. وفي مقاول تاني يعني شاطر وبتاع وعمل المطار. قلت له لا، انا مش عايز مقاول عمل المطار، انا عايز مقاول يلحقني عشان انا بغرق، مش عايز اطير، فعايز مقاول على قدي. قالوا لي خلاص خليك في المقاول اللي هو بتاع ربنا اللي بيلتزم نص نص ده، بس هتعرف تمشي الحاجه. جبته اتفقت معاه وخد عربون ومضينا العقد وكل حاجه كله تمام. غبت 5 ايام، رجعت لقيته اولا مبدئيا ريسبشن انا حامله لون تاني. فاتخانقت معاه، قلت له اللون ده مش اللي اتفقنا عليه. فقال لي انا اللون ده عملته باغلبيه الصناعيه، انا خدت اصوات الصناعيه. يعني هو الصناعيه صوتوا ان اللون ده هو ده اللي هيمشي خلاص. هم ما فيش اي نوع من الاسقاطات في الحوار ده. اتفضل يا فندم. قال لي انا عملت اللون ده باغلبيه الصناعيه. قلت له بس انا عايز لون فاتح، انت مضايقها عليا ليه؟ انا عايز لون فاتح بيدي براح وبيخلينا كده الحياه مشرقه ونتبسط يعني. قال لي احنا مش هينفع كده. فقفشت رحت قاعد له قدام البيت، راح لمم الصناعيه في الريسبشن وقعد يخطب فيهم. سابني قدام البيت ما بيعبرنيش يعني. اتجننت بقى، قعدت اكلم كل الناس يعني، اشكل كل الناس يعني. بتاع الكرانيش سالته قلت له ينفع كده؟ قال لي مش عاجبك روح كندا. روح كندا لو مش عاجبك. بتاع الصحي سالته يعني عن المواسير متركبه غلط وتدينا في داهيه. قال لي لو حسيت باي قلق قول ومقاولات وهتلاقي الحاجات كلها ظبطت يعني. مش ثانيه واحده، ده بتاع الصرف ده اللي هو بتاع صرف صحي اسلامي صح؟ ما كانش وقتها باين، كان صحي عادي يعني. تمام. حتى في واحد كده برضه راجل كده وقور، رحت قلت له يا مولانا انا رحت اكلم الصناعيه جري ورايا بالشلاليت. قال عشان انت مش شلاليت الانجاز فمش تمام يا فندم. والله بس دي قصه لطيفه جدا. صدق. ده في صنايعي انا كنت بحبه. ورحت قلت له يرضيك اللي بيحصل كده؟ قال لي انا سعيد انك سالتني السؤال ده. وانا اعتقد قلت له انا عايز العربون بتاعي. تمام. بس قبل كده انت نسيت 2 صناعيه. واحد باين كان مناخيره كان فيها حاجه. ايوه. واحد اتقفش على السكه غالبا، ده ما كملش معاك. دول كانوا جايين. بالظبط. اتفضل يا فندم. دول بتوع ورق الحائط. هم بالظبط. فقلت لهم انا عايز العربون بتاعي، مش هينفع كده، عايز العربون بتاعي. فالصناعيه زعلوا ازاي وعربون ايه وبتاع، وعملوا قدام البيت حاجه اسمها جمعه حمايه العربون، ان خلاص العربون مش هيرجع. انا متشوق للقصه دي فعلا. تمام. قلت لهم انا ماضي عقد. قالوا لي انت ماضي عقد، احترم العقد. قلت لهم احترموه انتوا. انا قبل وانا بمضي العقد مش خدت منكم ضمانات؟ اي نعم خدتها شفويه بس ما التزمتوش بيها وانا معترض على ده. قالوا لي الاعتراض مظهر صحي. تمام. وراحوا سايبيني وماشي. يعني هم مبسوطين ان انت معترض. قالوا لي مظهر صحي. قالوا لي مظهر صحي. افضل اعترض. ارفع قضيه. تمام. رحت رافع قضيه. حدد لها جلسه الخميس. طبقوا 3 و4 وخميس قفلوا البيت.
بس المشكله ان هم قفلوه على مزاجهم. عملوا البيت كله شبابيك، يعني ممكن اي حد يخش في اي وقت يعمل اي حاجه. تمام. محدش يقدر لهم حاجه. تمام. طبعا خلصت على ايه الموضوع ده؟ هو خلص طبعا انه انا دلوقتي في الشارع واحنا في خناقات ومداولات مع بعض لسه ما اتحسمتش، وبتطلع لي ناس دلوقتي عماله تقول لي يا ريتك كنت خدت المقاول الاولاني، يا ريتك كنت خدت المقاول الاولاني. انا بصراحه قلت لهم على فكره المقاول الاولاني ما كانش يفرق عن المقاول الثاني في حاجه، لان المقاول الثاني اللي انا اشتغلت معاه عمل للاسف هم من مؤيدين المقاول الاولاني، وانا على فكره عمري ما هكون مؤيد المقاول الاولاني ابدا. ولا انا طبعا. بس عشان تبقى الامور واضحه، انت كنت تفتكر لو رجع بيك الزمن تاخد المقاول الاولاني؟ لا، اصل انا اكتشفت المقاول الثاني عمل اللي كان بيقول عليه المقاول الاولاني، يعني المقاول الثاني عمل ايه؟ راح حاطط الكراهه كلها في الاركان، فطلعت الرجاله من الدولاب وبقت الموضوع في صفك مش صف صناعي، فبقتش حد فاهم حاجه، فبقى هو الموضوع هو يعني. الاختيار دلوقتي اللي حاطينك قدامه يا اما يا اما تاخد الاوضه اللي في الروف، وهيعملوا لي برضه صرف الاوضه اللي في الروف، يا اما الاحتكام بقى لصندوق البريد اللي هو بالظبط بتاع الفيلا. يعني يا تقبل اللي هم عايزينه يبات في الشارع، صح؟ غالبا. طبعا المهم ربنا يهون عليكم. يا ريت يا جماعه اي حد يحاول ان هو يساعد استاذ عمر طاهر في مشكلته الانسانيه ديت. انا عايز ارجع العربون. يعني عايز ارجع العربون بس اهم حاجه. طب حد ممكن نلم لك من بره وان شاء الله، يعني انا مش عارف المشكله دي هتحل ازاي. بس احنا عايزين، انا شخصيا انا عمري ما هكون اخد ابدا المؤيد المقاول الاولاني، وبرضه عمر هيعمل كده. طبعا. لان للاسف انت لما بتيجي تعترض على المقاول الثاني يقول لك انت كنت عايزه المقاول الاولاني. لا، الموضوع مش كده، المشكله لو اولاني ولا ثاني. هقول لك على حاجه، كل مقاول من المقاولين اللي كانوا نازلين على فكره ما تفتكرش ان في مقاولين ملائكه، يعني برضه عشان نكون في منتهى الموضوعيه والامانه، انه كل مقاول كان عنده مشكلته. يعني المقاول بتاع المطار عنده الجماعه بتاعته القديمه، الحزب الوطني الواسع المتشعب في كل حته اللي مسيطر على كل حته في البلد، دي جماعه فظيعه برضه. واعتقد يعني علشان اكون موضوعي، انا ضد الاخوان المسلمين، وانا عمري في حياتي ما حبيت ان انا يحكم بلد الاخوان المسلمين، لكن لما تيجي تقارن ما بين جماعه المقاول الاولاني اللي هم اللي غارزين في زخانيق البلد والجماعه دي، هتلاقي الجماعه دي السلفيين والاسلاميين مش عايز اقول ارحم، هم الاثنين طبعا ايه، انا مش محتاجهم يعني، بس يعني الفساد متلون، الفساد مش صريح، الفساد يخش في زخانيقك بسهوله، الفساد يقدر يوديك البحر ويرجعك عطشان، واحنا عشنا في الفساد 30 سنه ما كناش قادرين نعمل حاجه غير لما نزلنا. شكرا عمر طاهر، ونشوفكم الحلقه الجايه.